أن كثيرا من المساجد يكفرون من يصلي في مسجد ألحق بقبر من القبور، وده برضو واقع ونرى آثاره في نفوسنا. ولذلك كان يجب أننا نقعد عشان نفهم هذه المسألة. يتخذون من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو دليلهم. نقول له يا سيدي ليس هذا القبر متخذ مسجد، لأن ما هو القبر؟ القبر هو المكان الذي قبر فيه الميت، مضجع الميت ده القبر. هل اتخذ واحد منا القبر مسجدا؟ لم يتخذ، وإنما جعل القبر إن وجد قبر ألحق به مسجد حوله شيء نسميه مقصورة. كلمة مقصورة دي يعني محبوس على القبرية لا يتجاوزها إلى شيء آخر، وربما جعلوها سياجات من خشب وسياجات من حديد، ويبقى كم سياج حوالين القبر ده عشان ما حدش يتخذه. يبقى إذن قولهم مقصورة ده يمنع. ولكن هل اشترط أحد أننا نصلي في مساجد فيها قبور؟ لم يشترط. فما أغنانا عن أننا نوصل القبور بالمساجد؟ ما أغنانا عن أننا نجعل نفس القبر أو المقام اللي في القبر مسجد، ما دام أمر الشرع ما أمرش به، وبعد ذلك يورث خلافا مع الغير. لماذا لا نسد هذه المسألة وننتهي المسألة؟ اللي عايز دينه وعايز يحميه ما يجعلش فيه ثغرة علشان واحد ينفد منه. ذلك ما يمكن أن نقوله للمانع ونقوله للمعارض. بنتكلم وياده وبنتكلم وياده، قول له يا سيدي لا ضرورة، سد ويقول لك يصلون إلى القبر. إذا أقنعتهم بأنهم لا يجعلون القبر مسجدا يقول لك يصلون في القبر. نقول له يا سيدي بيخلوا القبر مرة وراهم ومرة على يمينهم ومرة على شمالهم ومرة صحيح أمامهم، لكن الأمامية مش ملحوظة، بدليل أن واحد بيصلي والقبر خلفه القبر. ولهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لأن فيه أناس يصلون في الروضة، والروضة دي بيبقى القبر الشريف وقبر سيدنا أبو بكر وعمر على اليسار، وفي ناس ينزلوا يصلوا هناك في الحتة اللي يسموها منزل الوحي ويكون قبر رسول الله وقبر سيدنا أبي بكر على اليمين، وناس يصلوا أمام المواجهة ويبقى القبر على إيه؟ خلفهم، وناس يصلون في الصفة ويبقى القبر أمامهم. ومر ذلك على علماء المسلمين من لدن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات صحابته، ولم ينكر أحد من علماء المسلمين مثل هذا الموقف. فإن قيل ذلك خاص بمسجد رسول الله نقول لهم وفيه أبو بكر وفيه إيه؟ وفيه عمر.